كان حكم فرنسي مره، حكم سارس، ومعاهم النمساوي فريدز اللي حكم الاهلي والزمالك في 2008. وائل جمعه نجم النادي الاهلي. هنقول كده بقى حاجه بسرعه عن كل لاعب من لعيبه النادي الاهلي وهم بياخدوا الميداليات التذكاريه بتاعتهم. محمد ابو تريكه، احمد السيد، وادي بقول لحضراتكم تسليم الجوائز النهارده. محمد بركات، ابو تريكه 20 هدف افريقي، 14 لقاء في الدوري، 6 اجوان في الدوري، 9 اجوان السنه اللي فاتت، 6 اهداف السنه اللي قبلهم. احمد عادل عبد المنعم واحد من اكتر اللعيبه على فكره اللي شاركت مع النادي الاهلي الموسم اللي فات. احمد عادل عبد المنعم شارك مع النادي الاهلي في 22 لقاء. ايمن اشرف اللي كان على دكه البدلاء. احمد حسن قدامنا مع عفروتو، مداعبه طبعا نجم كبير احمد حسن، مع مصطفى محمود، شريف اكرامي، محمد سمير، محمد طلعت، امير سعيود لاعب الجزائري اللي تألق في الدوري الكويتي فتره اعاره، حسام غالي، احمد حسن قدامنا. ادي حسام غالي اللي قلت لحضراتكم اشهر اهدافه مع النادي الاهلي قبل رحيله كانت في بطوله السوبر ايضا، ولكن السوبر الافريقي امام بطل جنوب افريقيا نادي كايزر تشيفز. مصطفى محمود عفروتو اللي سجل هدفين في الدوري امام اتحاد الشرطه. من النصر السعودي للاهلي المصري، مرورا بتوتنهام الانجليزي وفاينورد الهولندي، لعب شريف اكرامي وحسام غالي، الاثنين لعبوا في هولندا لنادي واحد، نادي فاينورد الهولندي. كابتن حسام البدري، تاني بطوله يا فرحتك يا بدري. كابتن هادي خشبه مدير الكوره. كابتن علاء ميهوب واحد من نجوم النادي الاهلي في الثمانينات. كابتن محمد يوسف واحد من نجوم النادي الاهلي في التسعينات. كابتن احمد ناجي ومشوار كبير مع حراس مرمى النادي الاهلي، ومعاهم الكابتن محمد ابو العيله هو وراه مدرب الاحمال اللي بيبذل مجهود كبير ايضا. الكابتن عماد اليماني المدير الاداري للنادي الاهلي. كابتن سعيد احمد وباقي اعضاء الجهاز الاداري للنادي الاهلي في فرحه كبيره النهارده للاهلي وجماهيره. جهاز الطب ايضا بقياده الدكتور ايهاب علي، عدد كبير جدا. بقول لحضراتكم ننتظر ملعب النادي الاهلي النهارده وفقره تحليليه وايضا احتفاليه بسوبر النادي الاهلي رقم 6. الكابتن نادر السيد نجم مصر والنادي الاهلي، الكابتن ربيع ياسين والكابتن زكريا ناصف نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر في الثمانينات، الكابتن محمد عمر نجم الاتحاد السكندري ونجم منتخب مصر في الثمانينات. حاجه جميله قوي يا جماعه ان احنا نشوف نجومنا الكبار اللي كانوا بيمتعونا في الملاعب. الفقره التحكيميه مع الدولي السابق الكابتن وجيه احمد اللي هيتكلم عن اكتر من فقره النهارده كانت فيها يمكن لغط في اللقاء. وادي الكابتن حسام البدري العريس النهارده، عريس الفرح، المدير الفني للنادي الاهلي اللي بياخد بطولتين، دوري 2009 2010 وسوبر 2010 مع فريقه، والتشكيله بقى اللي النادي الاهلي هيلعب بيها الموسم اللي جاي بحضور محمد شوقي، عبد الحميد شبانه، محمد غدار اللبناني، عوده حسام غالي ومحمود ابو السعود حارس المرمى، وكاس السوبر المصري رقم 10 رقم 6 للنادي الاهلي ورقم 10 في تاريخ البطوله اللي بدات مع الالفيه الثالثه. دوشناكم النهارده وقعدنا معاكم فتره كبيره. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهيره الكبيره، ومبروك لمجلس ادارته الفوز والبطوله اللي بيضمها النادي الاهلي لدولاب البطولات في الجزيره عشان يتمتع الاعضاء واللي رواد النادي الاهلي ان هم يتفرجوا على بطولاتهم. عشاق الساحره المستديره بنستناكم في لقاء الاسماعيلي والاهلي ان شاء الله. كل التوفيق للكره المصريه، دوري ابطال افريقيا الدوري العام 5 و6 و8. الاهلي ينطلق الدوري بلقائه مع اتحاد الشرطه، وحرس الحدود ينطلق الدوري مع نادي الزمالك. وفرحه الاهلي ولاعبته النهارده بشكل جميل في استاد القاهره اللي استضاف اول بطولتين على فكره لكاس السوبر، والنهارده بيستضيف بطولة السوبر رقم 10 بعد ما اتلعبت في ملعب الكلية الحربية واستضافها أيضا ملعب المقاولين العرب. سعدت بكم بالوقت الكبير اللي أنا قضيته مع حضراتكم، وأتمنى اللقاء بكم في لقاءات قادمة. تحيات معلق المباراة محمد عفيفي. أترككم مع ملعب النادي الأهلي والتحليل الفني للقاء النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.